عقب مظاهرات تطالب بإقصاء الحزب الحاكم في تونس الأخير يستحوذ على نصيب الأسد من التشكيلة الحكومية التي أعلنها الوزير الأول محمد الغنوشي. 8 وزراء من التشكيلة التي عينها الرئيس المخلوع في آخر حكوماته احتفظوا بحقائبهم، ومن أبرزها الخارجية والداخلية والدفاع. وزير الدفاع الوطني السيد رضا قريرة، السيد وزير الشؤون الخارجية السيد كمال مرجان، السيد وزير الداخلية أحمد فريعة. 22 وزيرا و16 كاتب دولة، هذا هو عدد الحقائب في الحكومة الجديدة التي تلغى بموجبها وزارة الإعلام وتمثل فيها حواء بسيدتين. أعتقد أنها تلبي إلى حد ما طموحات الشعب، لأنها أولا استجابت إلى مطلب أو ربما خططت الاستجابة إلى مطلب الذي طالب به الشعب، وهو حرية التعبير وحرية التجمع. تنص هذه الإصلاحات كذلك على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وفصل الدولة عن الأحزاب ورفع القيود على اللجنة التونسية لحقوق الإنسان، فضلا عن توسيع دائرة الحريات وتشكيل لجنة تحقق في التجاوزات والأحداث الأخيرة. إصلاحات قد يرتاح لها الشارع التونسي وإن لم ترق له التشكيلة الوزارية التي منحت المعارضة بعض الحقائب الثانوية، ومن بينها المالية والتعليم العالي والصحة. راهو كان مش تجي السلطه نحبوها نحن، الشعب يحبها الشعب، فهمت كيفاه؟ يلزم الشعب يحبها وهكا الاذيال الكل تتنحى هذيك. اتضحت معالم التشكيلة الوزارية في تونس، فهل سيكون ذلك بداية عودة الاستقرار إلى هذا البلد أم أنه سيذكي جذوة نار الاحتجاجات من جديد؟ محمد عبد الله مامين، العالم، تونس.